النهاردة هنتكلم عن موضوع ممكن يكون مش بياخد حقه من الاهتمام، لكنه هو البوصلة اللي بتوجه كل قرار في حياتك. اكتشاف قيمك الأساسية. ليه مهم تعرف إيه اللي بتؤمن بيه فعلا وإزاي ده بيغير حياتك؟ كتير مننا بيعيش حياته من غير ما يفكر بعمق في إيه هي المبادئ اللي بتوجهه أو إيه اللي بيعتبره صح وغلط. بنلاقي نفسنا بنتخذ قرارات غلط، بنحس بعدم الرضا أو بنعيش بتناقض داخلي لأننا مش ماشيين على اللي بنؤمن بيه بصدق. الحقيقة إن قيمك الأساسية هي الدليل الداخلي بتاعك، هي المبادئ اللي بتعتبرها مهمة جدا لدرجة إنك مستعد تعيش وتموت عشانها. لما بتكون عارف قيمك بوضوح بتتحول حياتك من حالة عشوائية إلى حياة ليها معنى وهدف. بتقدر تاخد قرارات أسرع وأفضل، بتختار الشغل والعلاقات اللي بتناسبك، وبتعيش حياة فيها سلام داخلي وتناغم مع ذاتك. في الفيديو ده مش بس هنقنعك بأهمية اكتشاف قيمك الأساسية، لكن كمان هنفهمك المبادئ اللي بتساعدك تحددها، وهنشاركك خطوات عملية جدا تقدر تطبقها من النهاردة عشان تكتشف إيه هي القيم اللي بتوجه حياتك وتعيش حياة أكتر أصالة ومعنى. يلا بينا نكتشف البوصلة اللي جواك. ليه اكتشاف قيمك الأساسية مهم جدا لحياتك؟ البوصلة الداخلية للنجاح والسعادة. وضوح في اتخاذ القرارات. لما تكون عارف قيمك بيكون سهل عليك تاخد قرارات متوافقة معاها، سواء في الشغل، العلاقات، أو أي جانب من جوانب حياتك. معنى وهدف في الحياة. القيم بتدي إحساس عميق بالهدف، بتعرف ليه بتصحى كل يوم وليه بتعمل اللي بتعمله. ده بيقلل من الشعور بالضياع أو الفراغ. سلام داخلي ورضا. لما بتكون أفعالك متوافقة مع قيمك بتحس بسلام داخلي كبير ورضا عن نفسك حتى لو كانت الظروف صعبة. التناقض بيجيب توتر. علاقات أفضل. بتعرف تختار الأصدقاء والشركاء اللي بيشاركوك نفس القيم، وده بيخلي علاقاتك أقوى وأكتر عمقاً وثباتاً. تحديد أولوياتك بوضوح. القيم بتساعدك تحدد إيه اللي مهم فعلاً في حياتك وإيه اللي ممكن تتخلى عنه. ده بيخليك تركز طاقتك ومجهودك على الحاجات اللي ليها معنى حقيقي بالنسبة لك. خطوات عملية لاكتشاف قيمك الأساسية. الخطوة الأولى: فكر في أهم 3 لحظات في حياتك حسيت فيها بالفخر أو السعادة العميقة. اكتب اللحظات دي وحاول تعرف إيه اللي خلى اللحظات دي مميزة بالنسبة لك. هل كان فيها إنجاز، مساعدة للآخرين، تعلم جديد، الشجاعة؟ غالباً القيم اللي كانت ورا اللحظات دي هي قيمك الأساسية. الخطوة التانية: فكر في أهم 3 لحظات في حياتك حسيت فيها بالغضب أو الإحباط الشديد. على النقيض، لما بتحس بغضب شديد غالباً بيكون ده بسبب إن قيمة من قيمك الأساسية تم انتهاكها. اكتب اللحظات دي وحاول تعرف إيه القيمة اللي تم انتهاكها. مثلاً لو غضبت من الظلم فقيمة العدل مهمة ليك. الخطوة الثالثة: اختار من قائمة القيم Value List Prioritization Exercise. ابحث عن قوائم بالقيم الأساسية. يمكنك البحث على الإنترنت عن قائمة القيم الأساسية أو List of Core Values. هتلاقي كلمات زي الأمان، الحرية، الإبداع، العائلة، الصداقة، النزاهة، النمو، الإنجاز، التعاطف، المساهمة، التقدير، الشجاعة، الصدق، العدل، الإخلاص، الشغف، الاستقلالية. الخطوات الفرعية: ألف: اختر من 10 ل 15 قيمة بتتردد معاك وبتحس إنها مهمة ليك. ب: قلل القيمة إلى 5 ل 7 قيم. حاول تجمع القيم المتشابهة وتختار الأكثر تأثيراً في حياتك. ج: اختر أهم 3 قيم أساسية. من ال5 ل 7 قيم حدد أهم 3 قيم بالنسبة ليك. دول هيكونوا القيم الأساسية الجوهرية اللي بتوجه كل حاجة في حياتك. الخطوة الرابعة: اختبر قيمك The Alignment Test. بعد ما تحدد قيمك الأساسية جرب تختبرها. فكر في قرار مهم خدته مؤخراً أو موقف صعب مريت بيه. هل أفعالك كانت متوافقة مع قيمك دي؟ لو كانت الإجابة نعم، ده هيأكد ليك إنك على الطريق الصحيح. لو لأ، يبقى عندك فرصة تراجع نفسك وتوجه أفعالك للمستقبل. الخطوة الخامسة: عيش بقيمك Live your values. اكتشاف القيم مجرد بداية. التحدي الحقيقي هو إنك تعيش حياتك كل يوم بناء على القيم دي. خليها مرجع ليك في كل تصرف، في كلامك، في شغلك، وفي علاقاتك.
ده اللي هيجيب لك السعادة الحقيقية والرضا الداخلي. الخلاصة: قيمك هي أنت، اكتشفها وعيش بيها. تذكر، رحلة اكتشاف القيم هي رحلة مستمرة مع تطورك ونضجك. قيمك ممكن تتغير قليلا مع الوقت، وده طبيعي. المهم إنك تفضل متواصل معاها وتراجعها باستمرار. أنت تستحق إنك تعيش حياة تعبر عن حقيقتك. يا رب يكون الفيديو ده ألهمكم وبدأ يفتح أفكار جديدة. شاركنا في التعليقات إيه هي أهم قيمة اكتشفت إنها بتحرك حياتك، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير.